شباب من المنطقة الشرقية لبسوا الزي الرسمي وحملوا حالهم ونزلوا على ساحة الأمويين عند السيف الدمشقي، شغلوا أغاني واحتفلوا ودبكوا وفرحوا وتصوروا وانتشرت الفيديوهات تبعهم. بتطلع الفئة من المتشككين ومشكنكين والمنظنظين ويلي شايفين حالهم انه هني كتير كيوت وكتير كلاس. الكومنتات اللي على الفيديوهات نور، شوايا، أرباط، ما منحسن نعيش مع هيك عالم، بس مع الإيراني منحسن منعيش. النور والأرباط والشوايا هدول مقصلين يا غالي، صدقني. والنور والأرباط والشوايا في إلن عاداتهم وفي إلن تقاليدهم وفي إلن أصولهم يلي انت ما عندك جنسة أبدا. النور والأرباط والشوايا إذا بتسأل أي واحد منهم عد اللي جدك العشرين اشو اسمه، بعد لك جده العشرين. اذا نحن جينا سألناك عن جدك الثالث يلا ويلا تعرف اسمه بعد جهد جهيد وبعد ما تبحث. في عنا فئة من السوريين بتحسهم هدول خالص، الايراني كانوا يحبوه، الروسي كانوا يحبوه، لا وهلا عم بشوفوا جماعة المناطق الشرقية عم بفكروهم من افغانستان ومن باكستان. ليش؟ لانه هني ما متعلمين يتقبلوا ثقافات اولاد بلدهم. تجي رقاصة تصير ترقص عند السيف الدمشقي عادي كيوت كلاس. تجي وحدة شيء انه لابسة ثياب على حالها تصير تهز وتخلع عند السيف الدمشقي عادي 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 جدا. بتحكي معهم بهذا الموضوع بقولوا لك ثقافي، بس نحن ثقافاتنا خالص يعني من سيء. بس على ثقافاتنا بتصيروا أكابر، أما على الهز والرقص والضيق والحزيق واللزيق بصير ثقافي عادي بدنا نتقبل. لا ومفكرين إنه الشام بس لإلهم، مفكرين إنه الشام بس لإلهم. لك أنا كنت أتمنى إنه لاقي حدا فيكم يطلع وينتقد الإيراني اللي كان بالشام. كنت أتمنى أنه لاقي حدا فيكم طالع ومنتقد جماعة الزبايل ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي والزينبيون وفاطميون يلي كانوا معبايين الشوارع وعلى أبو لطم. سبحان الله وسبحان من حرمكم عن أكل الشعير.